الاختلاف. مين مننا ما بيحبش يبقى مختلف ومميز كده، يعني مختلف في حته معينه ومميز فيها في حته معينه كده في مجاله. مثلا يعني عندك مثلا الاسطى احمد الميكانيكي، راجل مميز وعلى الجد في الميكانيكا، وتودي له عربيتك يظبطها لك ظابطه بنت حرام. يعني لسه جايبين العربيه من عنده، قعدت يومين وباظت، فاهم؟ جابت عمود كردان. انا برضه هتلاقيني مميز في الامراض النفسيه والاكتئاب. بيجي لي حاجات غريبه ما جاتش لحد قبل كده، انا مميز فيها ومختلف. يعني انا بيجي لي امراض ما جاتش لحد قبل كده، فانا مختلف عن الامراض. يعني محدش يحاول يجي يشرح لي بقى انت لو مكتئب تعمل ايه، انزل اجري الساعه يا باشا. انا عندي اكتئاب على، يعني عندي ميكس كده، فانا مميز في الحته دي ومختلف فيها. يعني ممكن برضه تبقى مختلف في حاجه تانية خالص. يعني ممكن مثلا تبقى الناس كلها مهتميه بالاقتصاد ومهتميه بانها توفر حياه كريمه للاسره بتاعتها وتوفر لهم الاكل والشرب على قد ما تقدر، وانت مثلا تروح تعمل كباري، فاهم؟ انت عايز تروح تعمل كباري دلوقتي او تقطع النور مثلا. يعني انا عايز اصور الحلقه دي بسرعه عشان اصلا النور هيقطع كمان ربع ساعه. والله كده بقيت بظبط القهوه ظبطه بنت حرام. فهي دي بقى فكره حلقه النهارده، الاختلاف. الناس كلها فاهمه الاختلاف غلط بجد، طريقه هباب على دماغهم. أو يا رب، انا مشاكلي بجد مع الناس بقت يعني كتير، انا ما اعرفش اتعامل معاهم ازاي في الشارع. فالناس فاهمه الاختلاف غلط. يعني في اختلاف حلو جميل وبسكر وبيخليك مميز وكرييتيف وجميل وراجل كده فيمس زي حالاتي يعني. وفي اختلاف هباب على دماغ ميتين يعني في اختلاف قرف. انا ممكن مثلا ابقى ماشي في الشارع يا باشا، وانا دلوقتي قررت ان انا هقلع البنطلون في الشارع. انا الناس كلها لابسه بناطيل يا باشا، انا هبقى مختلف، فاهم؟ فده اختلاف وحش. يعني انا شايف الناس كلها لابسه بناطيل فقررت ان انا ابقى مختلف، او ماي جاد، واقلع البنطلون. الغريب بقى في الموضوع ان انا الاقي الناس كلها بص عليا اهو مستغربين وهقلع البنطلون، فاهم؟ فاحس بقى يعني انا لو انا متخلف ومجنون شبه معظم الناس اللي انا بشوفها، احس بالايجو بقى. الناس دي كلها شايفاني مختلف، او ماي جاد، مع اني واقف قلع البنطلون في الشارع. انت فاهم؟ حاجه غريبه فشخ مختلفه برضه. يعني مثلا عندك في بنت على تيك توك قررت ان هي تعمل عيد ميلادها على شكل فرح شعبي. انا عندي مشكله يعني بعيدا عن كل ده، ان انا اصلا بنسى عيد ميلادي. انت فاهم؟ يعني انا بنسى عيد ميلادي وانسى عيد ميلاد صحابي. تخيل ان انا اعمل عيد ميلادي واعمله على هيئه فرح شعبي. ومش دي المشكله، المشكله ان في ناس سمعت كلامها وجت قررت ان هي هتيجي يا باشا العيد ميلاد بطقم شعبي. انا مش عارف الوم على مين، الوم عليها ولا الوم على الناس اللي جات لها، ولا الوم على مين؟ انا كده كده البنت دي اصلا ما بحبها، يعني ما بطيقهاش. انا كنت عاملها بلوك بس كنت بلوك عشان اشوف الموضوع. فرح شعبي وبتاع. المصيبه هو الفرح طبعا اتهد على دماغ العيد ميلاد ده، اتهد على دماغهم طبعا. وفي عيل حصل له مشكله بسبب بني ادمين برضه همج بربره. انا اقول لك حبش البني ادمين يا باشا، اي حاجه فيها تجمع بني ادمين ابعد عنها على قد ما تقدر. المشكله الاكبر ان هي كانت مفكره ان هي كده مميزه وسبيشال وبتاع، او ماي جاد، عشان عملت عيد ميلادها على هيئه فرح شعبي. اهو مثال قدام عينك اهو. ايه رايك في الاختلاف؟ القرف بيتهد على دماغ ميتين امك. ومن الحته دي بجد، من الحته دي نشأ مرض الاختلاف. انا اخترعت المرض ده دلوقتي، ما اعرفش في حاجه اسمها كده ولا لا، بس انا اخترعت المرض ده دلوقتي، مرض الاختلاف. الناس كلها بتبقى عايزه تبقى مختلفه عشان تنول الاتنشن، تاخد الاهتمام كده. ففي اختلاف طبعا مقبول شويه، وحش بس هو مقبول شويه. يعني مثلا احنا عايزين كلنا نتفرج على ولاد رزق، وانت عايز تتفرج على فيلم شمس الزناتي 1959. حاجه وحشه طبعا، بس خش اتفرج على شمس الزناتي 1959 على قهوه بلدي في شارع النصر، فاهم؟ واحنا هنخش ولاد رزق وانت ابعد عننا، وانت مختلف وجريتي وبتاع. روح يا عم شوف شمس الزناتي يعني. او مثلا احنا قاعدين على القهوه مثلا، كلنا بننزل سلوم وكوبايه شاي ونلعب دومنا ونديها للصبح. انت قررت فجاه ان انت هتشرب ميلك شيك تفاح بالليمون وتحط عليه ملحتين من جبال الهيمالايا. دي حاجه ترجع لك، انت مش كرييتيف. يعني الواحد بيشوفك اللي هو واحد اتنين تلاته اربعه شاي، هو الراجل متعود اربعه شاي يا باشا للشباب وثلاثه قص ونزل وظبط الكلام. انت قررت ان انت مختلف النهارده، خليك مختلف بس بس اهم حاجه ما تفرضش رايك علينا. يعني رايك ده افرده في البيت بالمكوى، عليا ما تفرضوش في سيء بجد. بس انا هقوله برضه. ومن النقطة دي برضو، يعني من نقطة الاختلاف دي بقى يا باشا، لأن أنا اتكلمت عليها قبل كده ومحدش خد باله ودسيتها في النص كده زي دس السم في العسل. يعني تسألش نفسك مثلا برضو ليه اللي هو أبوه شيخ وأمه متدينة بتحفظ قرآن وخاله بيقيم الجمعة كل مرة بيقول الخطبة بتاعت الجمعة، تلاقيه هو طالع عيل بيفرك مطاوي وسنج وكذلك وبتاع. هو عشان كده هو طلع لا إيه ده إيه ده إيه ده أبويا شيخ،
هو المفروض ابقى متدين وبتاع وابقى مثال لاهلي وكده؟ لا يا باشا، انا هبقى مختلف. انا عايز ابقى مختلف، ابن الشيخ. انا عايز ابقى ابن الشيخ الصايع بقى، انا اللي بمسك كذلك، انا اللي بفرك مطاوي بتاع، انا ابن الشيخ اللي هو قرر انه يبقى مختلف، بس ده اختلاف مقرف على دماغ ميتين امه. انت كده مش مميز ولا حاجه، انت كده مقرف. يعني الواحد بيشوف يقول يا بص ابوه راجل محترم وخلف عيل ابن شبه ابن ده. فاهم؟ هو ده اللي الواحد بيقوله لما يشوفك ان انت كده مختلف وبتاع. فبرضه من الحته دي برضه بتلاقي الراجل اللي هو قرر ان هو فجاه يحب الرجاله. هتلاقي ابوه مثلا زعيم مافيا توني سوبرانوس، ابوه توني سوبرانو ابوه. لا هو قرر يا باشا ان انا دلوقتي انا دلوقتي انا بحب الرجاله واغير ميولي. فاهم؟ وابوه توني سوبرانو قرر يا باشا ان هو يبقى مختلف عن عيله المافيا بتاعته الايطاليه كلها. انا كان نفسي ابقى من عيله توني سوبرانو، بس النصيب. هو البني ادم اللي بيبقى بيقرر ان هو يبقى مختلف فجاه ده بيحس ان هو او ماي جاد انا مش هبقى زي القطيع وبتاع وهبقى مختلف عنه. من الحته دي بجد احب اقول لك ان انت ما فيش مانع ان انت في الحالات دي اللي انا قلتها، او لو انت ما عندكش مخ، او لو انت ما بتعرفش تفكر، او يعني اقعد كده مع ناس وقول لهم افكارك. لا اقعد يتريقوا عليك، اعرف ان انت حمار وما بتعرفش تفكر، مش شرط تبقى جامد فشخ. ما تفكرش ان انت تخرج بره القطيع، خليك وسط الناس كده، اصحى اشتغل من 9 ل 2 الظهر وبتاع، وصيف في الصيف تبع الشغل بتاعك، وعيش يا باشا حياتك شبه بقيه الناس. يعني انا ما قررتش ابقى مختلف ولا حاجه مع اني مؤهل لده يعني. لا يا باشا، بطلع اشتغل عادي الصبح، وبعد كده بروح الجيم، وبعد كده بقعد بقى على اليوتيوب زي ما انا عايز. فاهم؟ وبراحتي يا باشا وزي بقيه الناس، مفيش مانع يعني. فاتمنى بجد الناس تركز قوي قبل ما تقرر ان هي تبقى مختلفه وكرييتيف وتخرج عن النص. يعني شوف مثال ناجح قبل كده، يعني شوف مثال نجح قبل كده قدام عينك وقرر ان انت تكون زيه او ما تكونش زيه. يعني خد منه ريفرنس الفكره الاساسيه. واهم حاجه لما تنجح يكون عندك مبدأ. فاهم؟ يعني انت عندك مبادئ اصلا من الاول، فتقرر ان انت ما تحدش عنها مهما حصل. لان معظم الناس دلوقتي بتنجح اول لما بتنجح وتشوف فلوس وتشوف عز، خلاص يا باشا تغير اللي هي ايه ربت عليه اصلا. فاهم؟ فحاول ان انت ما تكونش من الناس دي. اتمنى طبعا ان انا ما اكونش من الناس دي. يعني اول لما اشوف ده، انا اول لما اشوف عز، لا بهزر، اتمنى اول لما اشوف عز ان شاء الله ما اتغيرش انا كمان، ولا اغير مبادئي، ولا اغير طريقه تفكيري ولا حاجه. وبس يعني حاول على قد ما تقدر. الناس كلها بتنجح دلوقتي بس مش كل الناس عندها مبادئ. اتمنى يكون عندك مبدأ. بس كده يا شباب. صورت قبل ما النور يقطع. هيقطع دلوقتي حالا. هيقطع دلوقتي. يلا السلام عليكم، باي باي. لحقت انا يا باشا عارف، نفسي ان اليوم كان يبقى 48 ساعة، كنت عملت اكتر من اللي انا عملته دلوقتي. معلش.